أعزائي المتابعين الكرام، أهلا بكم في هذا الفيديو الاستثنائي الذي سنعطي فيه أخبارا هزت عالم كرة القدم الإفريقية، بدءا من قرار تعليق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمصادقة فوز السنغال بكأس إفريقيا 2025، مرورا بتدخل الاتحاد الدولي بعد احتجاج الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووصولا إلى الرسالة الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للأمة. تفاصيل حاسمة سنختم بها حلقتنا اليوم. ابقوا معي حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقا للتحفيز. الأمس قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم احتجاجا رسميا قويا ضد ما جرى في نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال. لم تستبعد الجامعة أي سيناريو قانوني، خاصة مع وجود سنغالي في لجنة الانضباط التابعة للكاف، وهنا يأتي دور الفيفا الرسمي. الاتحاد الدولي أشرف بنفسه على استبعاد هذا العضو لضمان نزاهة التحقيق مانعا أي تلاعب محتمل. الجامعة أعدت ملفا قانونيا متكاملا جاهزا للمحكمة الدولية الرياضية الكاس، مستندة إلى المادة 82 من اللائحة البطولة، فالانسحاب لاعبي السنغال مؤقتا أثناء النهائي يعد خرقا جسيما قد يؤدي إلى تسجيل نتيجة 3-0 لصالح المغرب وتجريد السنغال من اللقب. نحن شعب التعايش، لا نحقد على أحد، لكننا لا نتهاون مع الظلم. كما قال صاحب الجلالة: الطيب لا يعني الاستسلام لحق 40 مليون مغربي. نؤكد مرة أخرى، نرفض رسائل الكراهية مهما كانت مصدرها. المغاربة في المهجر يرفضون ما يمارس عليهم، فكيف نقبل به في وطننا؟ نريد الحق فقط عبر المساطر القانونية. هذه فرصة لنثبت للعالم قدرتنا على الدفاع عن حقوقنا بأنفسنا. تعليق الكاف سابقة تاريخية. في حدث نادر لم تصادق الكاف حتى الآن على فوز السنغال بكأس إفريقيا 2025 رغم انتهاء المباراة. اللقب معلق بانتظار قرار لجنة الانضباط. لم يسجل الفوز رسميا، ولم تصل السنغال تهنئة من الكاف أو الفيفا، سابقة غير مسبوقة. السبب فوضى السنغال في الدقائق الأخيرة خرقا للقوانين. هذا ليس مجرد احتجاج مغربي، إنه فضيحة تهز سمعة كرة القدم الإفريقية والدولية. نجوم الكرة العالميون يستنكرون تصرفات المدرب واللاعبين السنغاليين. لم يحدث مثل هذا في تاريخ كرة القدم الدولية. الفيفا تتابع عن كثب، ورئيسها إنفانتينو يضغط لقرارات صارمة. هناك ضغوط دولية لاستبعاد السنغال من كأس العالم، فالعقوبة يجب أن تكون دولية. الجامعة المغربية لم تطلب إعادة المباراة أو نقل اللقب، بل العدالة، تجريد السنغال من لقب غير مستحق. نصل إلى رسالة الملك، وهي رد حاسم على المخططات المعادية. خير دليل على خطورة الأمر رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. أعرب جلالته عن شكره لكل مكونات الأمة على نجاح استضافة البطولة، هنأ المواطنين على جهودهم، وأشاد بدعم المنتخب الوطني الذي وصل 8 عالميا نتيجة سياسة رياضية طموحة وبنية تحتية متطورة. أكد البلاغ الملكي هذه الدورة محطة بارزة قيست طفرة التنمية المغربية، وفي إشارة مباشرة للأحداث المؤسفة في النهائي. ستنتصر روابط الأخوة الإفريقية، فنجاح المغرب نجاح إفريقيا. لكن الرسالة الحاسمة: المخططات المعادية لن تبلغ مرادها، والشعب المغربي يميز بين الحق والضغينة. لا شيء يمس تقارب شعوبنا الإفريقية. هذه رسالة لكل من ناور ضد المغرب، تؤكد جذورنا الإفريقية وأغصاننا الأوروبية. نحن ننتظر قرار الكاف والقضاء الدولي للعدالة. أيضا الصحفية الفرنسية فانيسا لوان أعلنت اعتزالها تغطية كرة القدم بعد هجوم عنيف بسبب تصريحاتها العادلة ضد تصرفات السنغال. كتبت: شكرا لكرة القدم، حان وقت الرحيل. القناة نفت التدخل، لكننا نرى نمطا لكل من يدافع عن المغرب في بين سبور يبعد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر اشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تتعرفوا على المزيد من الأخبار حول هذا الموضوع.